كافحنا نظام الحزب الوحيد، نظام الحزب الوحيد، وناهضنا المادة 120 التي كانت تجبر النقابيين على الانتماء للحزب الوحيد كشرط ليترشحوا للانتخابات النقابية، حيث كنا نناضل من أجل استقلال النقابة عن الحزب الواحد، وناضلنا من أجل التعددية الفكرية والحزبية وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التحرير، حرية الإعلام وكل الحقوق والحريات السياسية. من أروقة المطار إلى أروقة السياسة، المرأة لا تكل من العمل النضالي في مشهد سياسي ذكوري بالدرجة الأولى. امرأة ليست كل النساء، اختارت النضال وهي في ريعان شبابها. إصرارها قادها أن تصبح أول امرأة عربية تنافس الرجال على أعلى منصب في هرم الدولة. إنها اليسارية التروتسكية لويزا حنون، ابنة جيجل، يعرفها العام والخاص من خلال صراحتها وخطابها الاندفاعي. راهنت على الطبقة العمالية كي توصلها إلى القمة، وحضرت في كل مراحل إنضاج التعددية السياسية في الجزائر. رفضت لويزا حنون دخول انتخابات 1991 بحجة أن الوضع لم يكن مناسباً لتنظيمها، وقررت المقاطعة، وكأن حسها النضالي أوعز إليها أنها ستكون بداية لعشرية دموية تعرف تفاصيلها جيداً هذه المرأة. وكانت مواقفها الرافضة لتوقيف المسار الانتخابي أحد أبرز أوراقها السياسية، وبدأت تنشط في حلبة الكبار إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية. وقعت على عقد روما وتدافع عليه حتى اليوم. شاركت في تشريعيات 1997 وفازت ب4 مقاعد في البرلمان. لا تتردد في خطاباتها عن الحديث عن التزوير. رغم ذلك تقدمت لانتخابات الرئاسة عام 1999 وفشلت في جلب 75,000 توقيع المنصوص عليها قانونا، ونادت حينها بالإقصاء والحجرة. تؤمن بسياسة الخطوة خطوة التي قادتها إلى رفع مقاعدها سنة 2002، وتحولت لويزا حنون إلى رقم مهم في معادلة غاب فيها الكثير من الرجال. في انتخابات الرئاسة عام 2004، ورغم وزنها في تلك الانتخابات الذي لم يتعدى 1%، ليرتفع عام 2009 إلى أكثر من 4%. تعرف لويزا حنون نفسها أنها من مواليد ثورة نوفمبر، وأنها ترعرعت في بيت كان مأوى للثوار والمجاهدين. انخرطت لويزا وهي طالبة في حركة اليسار المتشدد في الثمانينيات. اعتقلت عام 1983 بتهمة المساس بأمن الدولة، وهي تهمة خطيرة في عهد الحزب الواحد. وشاركت في تأسيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. وفي عام 1990 بادرت بتأسيس حزب العمال، ومنذ ذلك التاريخ وهي أمينة عامة للحزب. ذاقت السجن وعرفت الاعتقال عدة مرات، وبذلك وصفها الرجل الثاني في الفيس المحل بأنها الرجل الوحيد في الجزائر، وتمنى بوتفليقة لو كان لديه 10 من أمثالها. لقد قرر مؤتمر الحزب المنعقد في شهر نوفمبر الماضي من سنة 2013 المشاركة في هذا الاقتراع، لأننا اعتبرنا أنه لا يمكن أن يبقى حزب العمال متفرج في دور المتفرج أو الملاحظ، بينما هذه الانتخابات بالذات
تطرح رهانات مصيرية علاقة بكيان وتكامل وسيادة الأمة الجزائرية، علاقة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية المنتزعة منذ سنة 2009.